حقيقة رقم واحد، الناس دايما معتقدين ان الوضع اللي هم عايشين فيه حاليا هو وضع سيء، والدنيا هتبقى أسوأ في المستقبل. والحقيقة التانية هو ان الاعتقاد ده مش حقيقي، وان الحقيقة هي ان مع مرور الوقت العالم بيبقى افضل وافضل واسهل. فندخل جوه المعضلة اللي احنا عايشين فيها، اللي كتير من الشباب اللي من سني دلوقتي بيمروا بيها، وهو ان في حالة من الضياع في معنى الحياة ومعنى كل حاجة موجودة. الجيل بتاعي هو اكتر جيل او من الاجيال اللي ما بتخلفش كتير، لان جزء منها يعني جزء منها ليه دعوة بان ترسخ في دماغنا ان الكارير بتاعك والحاجات اللي انت لازم تعملها وتاتشيف، والاهداف اللي انت لازم توصل لها، والفلوس اللي انت لازم تعملها، والبيزنسز اللي انت لازم تعملها، انت لازم يكون في تركيز على الحاجات دي، وما بقاش في تركيز اللي هتعمله بعد ما تمشي من الدنيا، من ناحية بقى تكوين عيلة وان انت تخلف وبتاع والكلام ده. وانا فاهم ان كتير من الجيل بتاعي بيجي للناحيه دي، بيجي يعني الموضوع ده من ناحيه عقلانيه، اللي هو طيب انا من البدايه ليه اخلف حد او اجيب بيبي وانا مش فاضيله، وانا عندي حاجات تانية اركز عليها والى اخره. وبرضه كتير من الجيل بتاعي شاف تجارب كتير في الحياة، شاف الجائحة، شاف الثورات، شاف التدهور الاقتصادي، شاف حروب مر بيها بطريقة الأجيال اللي قبل كده ما مرتش بيها. بمعنى إن الأجيال اللي قبل كده كانت بتسمع ان في حاجة بتحصل في العالم، بتسمع ان في مصيبة بتحصل في العالم. بس بالنسبة للجيل بتاعنا، بوجود الانترنت وبوجود السوشيال ميديا، انت مشتبك في الموضوع ده، فده بيكون حالة من الرعب وبيكون حالة من الانكزايتي موجودة عند الجيل ده، مخلياه متنفر من ملذات الحياة، مش عاوز يشتبك في اي حاجة منها. ده شيء مخلي الناس اللي عايشين في الوقت الحالي مش شايفين اي مش شايفين اي ملذة، حاسين ان كل يوم قاعد بيتكرر، لان كل يوم في حاجات كتيرة عمالة بتحصل فيه. فمن كتر ما في حاجات كتيرة عمالة بتحصل فيه ملهاش دعوة بحياتك الشخصية، بحياتك انت، فانت بتحس ان حياتك انت هي اللي بتضيع. لما بتصحى في يوم من الايام، لو انت لسه في جامعة، بتروح بتقضي مش عارف 6 ساعات في الجامعة بتاعتك بقى، ولما ترجع من ال6 ساعات بتكون مش طايق اي حاجة وخلاص، جايب اخرك. تقعد لك على السوشيال ميديا، انت فاكر ان انت ايه، بتقعد فتره صغيره وبعد كده بتفصل، مش عارف مين. بس الفتره الصغيره دي لما تيجي تجمعها على اخر اليوم، هتلاقي ان انت قعدت يجي بتاع 3 4 ساعات على الانترنت، 3 4 ساعات عمال بتحط جوه دماغك حاجات ومشاكل ومحتوى ومعلومات ليها دعوه بالعالم كله. فايه الوقت اللي متبقي؟ ساعة ساعتين عشان تذاكر فيها، بتذاكر فيها بطلوع الروح. ولما تيجي تذاكر فيها بتكون مشغل لك بقى ايه، لو فاي ميوزك قاعد بتسمعها، تكون مشغل لك بودكاست يساعدك برضو، عمال تحقن نفسك ببعض من المعلومات اللي انت مش هتستفيد منها اي حاجة. هوب مرة واحدة تقوم باصص تلاقي ان انت في السنة الرابعة بتاعتك من الجامعة، وال4 سنين دول عدوا كده علشان الأغلبية الوقت اللي انت ما كنتش موجود فيه في الجامعة ضاع، وانت عمال عايش في مكان مش المكان بتاعك، مهتم بحاجات مش الحاجات بتاعتك، مش حياتك انت. وده طبعا يعني المفروض ان اكون واضح في الكلام اللي انا بقوله، ان اكيد انت لازم تهتم بالحاجات اللي بتحصل حواليك. لو انت شايف حاجة غلط لازم تتكلم عن الشيء الغلط اللي موجود قدامك. فمش ده الشيء اللي انا بقول ان هو وحش، انا ما بقولش ان هو ده شيء وحش، انا بس بقول ان النتيجة من ده هو الواحد بيحس من خلاله ان الحياة بتروح كده، بجد حياتك بتروح كده، طالما ان انت منغمس في هذا العالم، ومنغمس في عالم افتراضي مش العالم الحقيقي اللي انت موجود فيه، وما بتخليش لنفسك وقت كفاية ان انت
تفصل او تطلع من الماتريكس ده وتعمل حاجات فعلا تدي لحياتك معنى. يا مؤسف جدا لما تشوف او لما تفكر في الموضوع ده، ان حقيقة مستمرة. روح اسأل ابوك وامك، او روح لو جدك وجدتك لسه عايشين روح اسألهم، هتلاقيهم ان هم وهم صغيرين كانوا مقتنعين ومتأكدين ان الدنيا بعد كده قدام هتبقى اوحش. 100% ده اللي كانوا مقتنعينه. بس ايه اللي حصل؟ 100% الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، ايوه بكل حاجة بتحصل حوالين العالم، الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي هو افضل من الزمن اللي جدك وجدتك عاشوا فيه. من نواحي، مش كل النواحي يعني. جدك وجدتك كانوا قادرين يشتروا بيت، انت مش قادر تشتري بيت. حاجات وحاجات، فاهمني؟ في حاجات وفي حاجات. بس من ناحية صحية، انت دلوقتي يعني لا قدر الله، لا قدر الله لو عييت، او لا قدر الله لو في مرض مزمن موجود عندك، في موجود عندنا دلوقتي كبشرية وسائل نقدر من خلالها نحميك. تمام؟ في اتصال بالعالم كله بحاجة زي الانترنت، في فرص عمل وجدت ما كنتش تفكر ان هي تكون موجودة من الفترة اللي فاتت دي. فهو بس شيء موجود فينا احنا كبشر، دايما احنا مقتنعين ان اللي قدام هيكون اوحش بكتير. بس الحقيقة هي ان اللي قدام او بحكم التاريخ، كل ما الوقت بيعدي كل ما الدنيا بتكون افضل. فانت ازاي تطلع من الحاله دي، من الوجود جوه دوامه الخوف دي؟ وعلى فكره دوامه الخوف دي هي اللي بتخلي ناس كتيره تروح تجري وتهرب على عالم افتراضي، تفضل تحشي دماغها 24 ساعه بمحتوى ملوش اي لازمه، تحشي دماغها وهي قاعده بتدوم سكرول، تحشي دماغها وهي قاعده بتتفرج على اخبار على ايه اللي بيحصل في كولومبيا، علشان في دلوقتي عصابات في كولومبيا بيبعتوا حاجات الى المكسيك والامريكا. مش عارف مين الحاجات دي، انت بتتفرج عليها ليه؟ اسال نفسك، انت بتتفرج عليها ليه؟ انت مهتم بيها؟ ماشي، لو مهتم بيها مفيش اي مشكله. بس لو حد بجد ملوش اي دعوه بالسياسه ولا مهتم بالحاجات دي، هو ليه برضه بيتفرج عليها؟ هي طريقه من طرق الاسكيب، طريقه من طرق الهروب من الواقع اللي انت عايش فيه. وطول ما انت بتهرب من الواقع اللي انت عايش فيه، طول ما انت مش هتقدر تستلذ باللحظات اللي ليها دعوه بالحياه بتاعتك. فاهمني؟ دي بعض من الافكار اللي موجوده عندي. انا عايز بس اكون واضح ان الفيديو ده مش فيديو سيلف هيلب، ولا فيديو انا بحاول اساعد فيه، ولا مش عارف مين. هي بجد دي حاجات انا بقعد افكر فيها، فانا حبيت اطلع قدام الكاميرا كده اقول لكم من الموضوع ده ذات نفسه. انا لما بقعد افكر فيه بكون شايفها ازاي، فبس حبيت اشاركها معاكم. ولو انتوا عايزين تعرفوا اكتر عن رايي في الفكره بتاعت السيلف هيلب والحاجات دي، في كذا فيديو عملته على القناه الاساسيه. افضلهم بالنسبه لي هو الفيديو هتلاقيه الفيديو اللي قبل الاخير اللي نزل، اللي هي بتاع الجمله واحده لو فهمتها حياتك هتتغير. لان في الموضوع ده ما فيهوش سيلف هيلب، لان او ما فيهوش التريكات البسيطه اللي انت هتقدر تمشي عليها علشان تخلي حياتك جامده 100%. مش عارف مين، لان ما فيش تريكات بسيطه، لان ده جزء من الحياه. ما فيش اي انسان في العالم هيقدر يبيع لك كبسوله فيها معاني الحياه، وان انت ازاي تعيش حياه سهله بكام كلمه تقولها او بدواء معين تاخده او مش عارف مين. ده من وجهه نظري يعني. بل الموضوع كله هو تظبيط لحياتك انت، وتظبيط للكيمياء بتاعت دماغك بتشتغل ازاي. لان طول ما انت كيمياء دماغك مش مظبوطه، والدوبامين بتاعك مش مظبوط، والسيروتونين والكانابانويدز وكل الحاجات دي مش مظبوطه، وبتاخدها عن طرق مختلفه، طول ما انت حياتك هتكون تعيسه، وطول ما انت هتحس ان حياتك بتهرب منك. فده هو موقفي يعني في الموضوع. وايوه، سهل جدا الواحد يوم جاي هنا هو يقعد يقول ان ما تتفرجش على محتوى كتير، وتتفرجش على محتوى قصير، وبلا بلا بلا والكلام ده كله. بس هل احنا نقدر ننكر ان ده جزء من الحاجات اللي بتخلي الحياة بتاعتنا تعدي بسرعة؟ لا، لان دي حقيقة. تمام؟ الحقيقة في الامر بقى اللي نقدر فعلا نمسكها بايدينا ونشوف ايه الشيء اللي فعلا ليه تأثير سلبي على دماغنا. والكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده مش رأي، بل ده مبني على الدراسة الوحيدة اللي فعلا اتعملت على الموضوع ده. اوكي؟
سهل ان حد يطلع دلوقتي على السوشيال ميديا يقوم قايل ان الفرجه على المحتوى القصير بيدمر دماغك، الشباب الصغيرين دول خلاص رايحين في داهيه مش عارفين. سهل ان انت تقول الكلام ده، بس ان انت تقدر تثبته ده صعب. الاثبات بقى اللي جه على الموضوع ده بيقول لك ايه، وبكل بساطه ركزوا معايا. تمام، ركزوا معايا لان ده ليه ربط مهم جدا لليه انت بتحس ان حياتك بتتسرق منك. حلو. دلوقتي لما انت تتفرج على شيء على السوشيال ميديا بعدد مقفول، يعني دلوقتي انت عندك راحة في اليوم ان انت تتفرج على 10 فيديوهات قصيرة، مهما كان ايه نوع المحتوى اللي موجود على الفيديوهات دي، ده حرفيا مش مهم. ركزوا في الجملة دي، ده اللي الدراسة كشفته. اوكي، المحتوى ذات نفسه ملوش دعوة. المحتوى اللي انت بتتفرج عليه ما بيأثرش. اللي بيأثر إذا كانت الكمية مقفولة ولا مش مقفولة. بمعنى لو انت قاعد بتدوم سكرول على الفاضي كده وانت مش عارف انت رايح فين، وهتفضل تقلب 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 على ما لا نهاية، انت كده فعلا بتفراي دماغك، انت بتقليها، بتحطها كده اهو في زيت مقلي وبتعمل لك فرايد برين. تمام، ده هو الشيء الخطر. نوع المحتوى ذات نفسه مش مهم. تمام. الدراسة دي تم عملها ازاي على مجموعة من الناس كتير جدا. حلو. وعندهم بعض من الاختبارات البسيطة اللي لازم يعملوها، شوية حاجات رياضيات، شوية حاجات كوجنيتيف، شوية حاجات ليها دعوة بالمنطق. فانت تختبر كل الناس دول، وده اللي حصل التجربة، تختبر كل الناس دول عشان تاخد بيز لاين. اوكي، تاخد خط كده تعرف ان الاداء بتاع كل مجموعة عامل ازاي. ادي الخط بتاعهم يا معلم. اوكي، وناس كتير بقى عرفنا الخط بتاعهم، عرفنا ان كل حاجه تمام. اوكي، رائع رائع. حلو. الكنترول مش هيتفرجوا على اي محتوى قصير ولا هيتفرجوا على اي حاجه مش عارف مين. ده الكنترول. في عندك مجموعه هيتفرجوا على نسبه محدوده، وهم عارفين ان هم بيتفرجوا على نسبه محدوده، فلنقل 10 فيديوهات قصيره. اوكي. في ناس تانيين هيتفرجوا على حاجه بنفس الموديل بتاع يوتيوب، اللي هو انت اللي تدور وتختار بنفسك برضو على نسبه محدوده. وفي ناس نسبة غير محدودة، اللي هو من الآخر افتح الفيد بتاعك واقعد قلب قلب قلب. حلو حلو. الكنترول مع اللي بيتفرجوا على نسبة محدودة مفيش تغير كتير ما بينهم، الأداء بتاعهم تقريبا نفس الشيء. الوحيدين اللي دماغهم واضح جدا ان هي اتأثرت هم الناس اللي بيتفرجوا إلى ما لا نهاية، الناس اللي بيفتحوا وبيفضلوا يقلبوا يقلبوا يقلبوا. ماسكك الطريقه اللي انت عايش فيها وماسك بيها الوقت وانت بتقلب الى ما لا نهايه، انت مش واخد بالك منها. انت فاكر ان انت قاعد تتفرج لمده 5 دقايق بس، في الحقيقه ال5 دقايق دي بتقعد تتراكم وتتراكم تتراكم، تلاقي نفسك ان انت في اليوم ضيعت يجي 3 ساعات وانت بتتفرج على محتوى ملوش اي معنى. وده اللي بيضحك. حتى لو المحتوى اللي انت تتفرج عليه ليه معنى ومحتوى انفورماتيف ومليان معلومات، ان انت تفضل تحشي دماغك بمعلومات قيمة بس متاخدة ببايت سايز بنسب صغيرة، ده ضار لدماغك برضو. وده الشيء اللي بهدلني لما قريت الدراسة دي. يعني انا ثانية، يعني انا لما اجي اعمل محتوى قصير ذات قيمة ومحتوى قصير بيعلم وبيحط معلومات محترمة عند الناس، انا ما بساهمش في علاج الموضوع. لان المشكلة ذات نفسها هو الدوامة اللي بتخلي الحياة فعلا تضيع، الدوامة اللي فعلا بتقلل من الكوجنيتيف او بتقلل من ادراكك لحاجات كتير، ادراكك للحياة، ادراكك للوقت. فايوه، خلي الموضوع ده في دماغكم. وهبقى اسيب اللينك الدراسة دي في الديسكريبشن لو انتوا عايزين تقروها. وبس كنت حابب اشارك الموضوع ده معاكم. وايوه، شكرا على متابعتكم. لو عندكم اي تعليقات ليها دعوه بالموضوع ده عرفوني، ممكن ابقى اكمل كلام على الموضوع ده في الانستجرام بتاعي، فابقوا اعملوا لي فولو هناك، محمود اسماعيل تي في. وبس شكرا على متابعتكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.